كان الحي القديم يضج بالحياة كما تضج شجرة برية بالعصافير، كل زقاق فيه يمتد كقصيدة غير مكتملة، تترك للمار فرصة أن يضيف إليها من خياله ما يشاء. كانت الجدران مشروخة، لكن لكل شق فيها حكاية، وكل نافذة مفتوحة تتيح للعابر أن يسرق لقطة من حياة الآخرين. يبتكر في ذهنه امتدادا لها ويصوغ سيناريوهات للحوار الدائري خلف الستائر. ثم جاءت البناية الحديثة بأسطحها الزجاجية الناعمة، بجدرانها الصماء التي لا حكاية فيها، أبوابها الإلكترونية التي لا تفتح إلا للقاطن المسجل رقمه سلفا. تحولت المدن إلى صناديق متراصة، لا زوايا فيها للاحتمالات، ولا شقوق تتيح للخيال أن يتسلل. صارت الأحياء الحديثة نسخة من بعضها، لا فروق إلا في الألوان التي اختارها المقاول والأرقام التي وضعت على الشقق، كأنها توابيت أفقية لأشخاص أرغموا على العيش لا أكثر. في القرية كان الطفل يرى أفقا مفتوحة، تلالا يتخيلها جبالا، وأشجارا يمكنه أن يصنع منها عالما. كانت الريح تحدثه بلغات لا حصر لها، والمطر يترك له فسحة من الطين لينحت منها ألعابا لم تبتكرها المصانع بعد. أما في المدن الحديثة فصار الطفل لا يرى سوى سور المدرسة، ثم جدران الشقة، ثم زجاج الهاتف. لا فضاء ليكتشف، لا فراغ يسمح للعقل أن يتمطى مثل قط كسول في الشمس. حتى العلاقات تبدلت. في الحي القديم كانت البيوت تتشابك كالأيدي، الجيران يتركون أبوابهم مواربة، فيمر العابر ويسأل عن حال القاطنين كما يسأل الفلاح عن زرعه. أما في المجتمعات السكنية الجديدة فكل فرد مقطوع عن الآخر، كل جار لا يعرف إلا صدى خطواته في الممر المعتم. صار الناس يعيشون معزولين في جزر إسمنتية، يطلون من نوافذهم وكأنهم يطلون على فراغ داخلي، لا على شارع أو زقاق. العمران الحديث يا أصدقائي لم يوسع المدن، بل ضيق العقول. لم يجعل الحياة أسهل، بل جردها من العفوية التي تصنع الشعر في الأشياء البسيطة. في القرى كل شيء يبعث على السؤال، على التخمين، على الإبداع. أما في المدن الجديدة فكل شيء محسوب، منضبط، خال من الدهشة. كان الإنسان قد استبدل متاهات الأحلام بأنفاق الواقع الضيقة، واختار أن يكون فردا في شقة بدلا من أن يكون روحا تذوب في فسحة لا نهائية من الطبيعة الخلابة.